السلام عليكم البنات، كديرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم جيتكم في فيديو جديد، غادي نحضروا واحد ديسير اللي هو التيراميسو كما كتشوفوا معايا في الفيديو. كيوجد بالزربه البنات بطريقه ايطاليه تيجي غزال بن منه ما كاين. صدقوني البنات ونتمنى تجربوه وتردوا عليا وتجاوبوني. البنات ندوزو المقادير اللي غادي نحتاجو فيها التيراميسو. بطبيعه الحال غادي نحتاجو البسكوي المعروف ديالنا ديال البوطراغ اللي ديال التيراميسو اللي معروف كيوجد به. غادي نحتاجو 200 غرام. انا درت في هاد اللي حضرت به دابا 200 غرام، ودرت 4 المعالق كبار ديال السكر السنيده. تقدروا ديروا اقل ولا ديروا اكثر على حسب كل واحد واش تيعجبو. غادي نحتاجو 3 تاع البيضات، غادي نحتاجو لهذاك الفاني، غادي نحتاجو الكاكاو المر كما كتشوفوا معايا، واحد تقريبا للتزيين. غادي نحتاجو الماسكاربون. انا درت هذيك وحده فيها 500 غرام والثانيه فيها 250 غرام، يعني غادي تحتاجوا تقريبا شي 750 غرام هكايا تاع الماسكاربون. وغادي نحتاجوا البنات القهوه سريعه الذوبان ولا نسكافي، ولا تقدروا ديروا نسبريسو ولا عندكم. انا درت نسكافي. ندير بما اني كيعجبني المذاق ديالها، غندير 2 معالق كبار كما كتشوفوا معايا، وغادي نزيد عليهم الماء الطيب. الماء طيبته ديجا غادي نديرها، وغادي نزيد عليها معلقه تاع الكاكاو الحلو، هاد الكوبين اللي كنديرو مع الحليب سخون. وغادي كيجي يعطيه واحد المذاق اخر، وكيزيد حتى في الحلاوه. بما انني كتعجبني الحلاوه في التيراميسو صراحه، كيجي واحد الحلاوه زوينه. تقدروا نتوما ما تستغناو على ما ديروهاش، غير القهوه كافيه. صافي البنات غادي نديروها في واحد الكاس وغادي نحركوها وغنحطها في واحد الجانب حتى تبرد، وغادي ندوزو نحضروا الكريمه ديالنا. البنات انا ما حضرتهاش، يعني انا شريت هذه جاهزه، بس تقدروا نتوما تحضروها الا عندكم الوقت الكافي. بديك الكريمه السائله بهاد سميتو هاد مع اي جبن عندكم كريمي بحال هذا اللي غادي نستعمل انا نيت. صافي البنات غادي نبداو نوجدوا الكريمه ديالتنا. غادي نشد هذيك الاولى فيها 500 غرام. غادي نديرو معاه هذوك البيضات، غادي ناخذوا غير الصفر تاع البيض غنديرو نزيدوه على هذه الكريمه، والبيض حتى هو غنحطوه في واحد الجانب حيت غادي نحتاجوه حتى هو في هذه الوصفه تاع التيراميسو. البنات تقدروا او تستغناو على كما كنشوف اكثر هي كتقدري تستغني على البيض. مي صراحه انا دقتها البنات في واحد ريستو واعره وسولت على المقادير اللي فيها، قالوا لي بالبيض، وصراحه عجبتني بزاف، وقلت علاش لا ما غادي خاصني نشاركها مع الناس ديالي في القناه. غادي ناخذ هذيك 3 البيضات البنات، غادي كما شفتوهم كناخذ الصفر تاعها كنحطوه في هاد على هاد الكريمه، والبيض غادي نحتفظوا به حتى هو غادي نحتاجوه كما قلت لكم من بعد. صافي غادي نشدو هاد الصفار تاع البيض، وغادي نزيد عليهم انا واحد شويه تاع الفاني، هكا نص معلقه عندي. غادي نديرها، وتقدروا نتوما تستغناو على اللي ما بغيتوش ديروا هذاك لوغو. مي من الاحسن البنات حابه يا اما هاد بالفاني ولا ديروا هذيك سيترون، هذاك المذاق ديالها حتى هو كيجي زوين، كيهرس حتى ديك الزهوريه البنات تاع البيض، حيت انا كليتها وما كانوش دايرين فيها حتى شي تنسيمه، وكتعرفي ان فيه البيض كتمضقيه. وهذا الشيء اللي ما بغيتش انايا، قلت انا غادي نديرها غادي نهرس هذاك المذاق بالفاني، بهذا الفاني اللي عندي انايا، مذاق الفاني. المهم البنات غادي نبداو نطربوها. عندكم بغيتو ديروها بهذاك الطرب اليدوي تقدروا، مي انا قلت من الاحسن خاصها نيت بصح تضرب البنات. اختاريت هذا الطرب الكهربائي الباطوغ اللي عندنا. المهم البنات بعد ما وجدتني الكريمه الاولى ندوزو نخدروا الكريمه الثانيه كما كتشوفوا معايا في الفيديو. غادي نحتاجوا لهذاك البيض تاع البيض 3، غير البيض تاع البيض، وغادي نزيدوا عليه هذوك 4 المعالق تاع السكر سنيده كما ذكرنا في المقادير، وغادي حتى هما نطربوهم مزيان دغيا كيوجدوا معانا. صراحه تقدري غادي ديريها غير بالطراب اليدوي تاعك، خاصو يطرب مزيان 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 باش يجي بحال الشكل تاع الثلج. طربيها مزيان، تعطيها خلاو هذاك عطيها اللي في قلبها. صافي البنات هكا غادي نخليوها نستمروا بحال كنطربوها. غادي نزيدوا ديك الماسكاربو اللي بقات عندنا تاع 250 غرام كما غادي تشوفوا معانا. وهذه على فكره ملي كتزيدي عليها هاد الكريمه باش كتعقاد. بالنسبه لي ما عندهمش هاد الباطو تقدري ديري غير هذيك الطراب اليدوي تاعك، هذه كتعاونك بانها كتعقاد ليك. يعني كان نديروهم بجوجهم مع الصفر تاع البيض، مي انا اختاريت باش ديري حتى على الوقت باش هاد الماسكاربون الثاني ديال 250 غرام
زدتها مع البيض تاع البيض باش هكا دغيا كتعقد وكتجي على شكل تاع الثلج. وغادي نزيد حتى هي نص معلقه تاع الفاني تماما، انا كيعجبني هاد اللوغو ديال الفاني صراحه. صافي وغادي نطربوها حتى هي بهداك الباطو، وغادي ملي غادي توجد غادي نزيدو نحطو هاد الكريمه مع الكريمات الثانيه غنخلطوهم كما غتشوفوا معايا البنات في الفيديو. الفيديو راه واضح كنتمنى وشارح حتى هو نفسه. البنات عندي لكم واحد الطلب صغير، الله يجازيكم بخير. يعني بحال هاد الفيديوهات كنشوفهم للاسف ما كيمشيو، القناه ما كتمشيش. كاينين فيديوهات اخرين يعني لا محتوى لا هضره لا حتى شي حاجه، راكم عارفين علاش كندوي. وكنشوف ما شاء الله لي في يعني راه ضاربين وواصلين وكل شيء، وبحال هاد القنوات ما تيمشيوش، ما عرفتش علاش. كنتمنى يعني تحفزوني يعني بالتشجيعات ديالكم بلي لايك بلي كومونتير ب... ب... يعني باش القناه هكايا نزيد مازال نعطي صراحه. ملي ما كنشوف ما كاينش التفاعل الواحد ما كيبقاش يعطي، ما كيبقاش يحط في القناه. هادشي اللي كاين. صافي البنات كيما شفتوا معايا في الفيديو زدت هذيك الكريمه على الكريمه الاولى وحطيتهم شي درتها في الثلاجه. وكتكون زعما عقدات مزيان صراحه الكريمه كتولي معانا شاده في راسها وما كتحركش. صافي غادي نجيب واحد المول ما يكون متوسط الحجم اللي عندكم مربع ولا مستطيل اللي متوفر عندكم في البيت. صافي غادي نجيبوا هذاك الكافي بعد ما بردت لينا غنحطها فواحد الطبسي كيما شفتوا معايا. وغادي نبدا نشد هاد البسكويت ديالنا. انا كنغطسو من الجهتين بجوج، من اليمين من البلاصه اللي فيها السكر ومن البلاصه اللي ما فيهاش السكر. كاين اللي يعني يختار انا يدير غير البلاصه اللي فيها السكر والبلاصه الناشفه كيخليها من تحت والبلاصه اللي فيها من فوق. انا لا كنحضرهم بهذه الطريقه هكا ما كياخذش معنا حتى الوقت اللي كيكون مثلا غادي عنده ضيفان جايين على غفله ولا مشهد ديسير تاع التيراميسو دغيا. انا تنقول نصيحه مني تفزقوا على الجهات بجوجهم. عاوتاني عندي واحد نصيحة أخرى، من أحسن من يوجد تيراميسو ديروه في الكونجيلاتور واحد الساعة عاد ديروه في الثلاجة. شفتوا البنات كنفزقوا من الجهات بجوج ولكن ماشي حتى كيفزق بزاف. ملي كتهرسيها كتلقى الداخل ديالها باقي ما واصلاهاش ديك الفزوقيه اللي غادي تخليها رطبه بزاف. صافي البنات غادي نبقى نسب بهذه الطريقه وغادي ندوز ندير الكريمه ديالنا. غادي نقسمها على جوج طبقات، غادي ندير الطبقه الاولى والطبقه الثانيه وغادي نسرحها مزيان. غادي نسرحها بهاد سباتولا كتكون احسن البنات من معلقه ولا شي، كتكون من احسن حبذا تكون هي. انا ما كانش تقدري ديري المعلقه، يعني اللي عندكم في البيت تقديو به، المراه هي اللي تقدي باللي عندها. هادشي اللي كاين البنات. صافي وغادي نبدا ثاني ندير الطبقه الثانيه. شفتوا بسباتولا بحال كتوزع ديك الكريمه على البسكويت ديالنا ديال البودره كامله كتجي شاده فيه. صافي البنات وغادي نديروا الطريقه الثانيه. شوفوا معايا هذه حطيتها ومشيت ما عرفت شنو درت، لقيتها شدت دغيا هبطات بداك فزقات بزاف. هذا البسكويت تيكون بحال داك الجينواز خفيف بزاف. صافي البنات وغادي حتى هو ندير هاد الطبقه الثانيه بحال هكا بالتتابع بداك البسكوي اللي بقى لينا. وغادي نزيدو عليه هذيك الطبقه اللي بقات عندنا ديال الكريمه وغادي نسرحها مزيان نقادوها بديك سباتولا ديالنا كما قلت مزيان حيت الطبقه هي اللي غتبقى الاخرانيه ومن بعد منها غادي غير تزيين. صافي غادي نقادوها مزيان بديك سباتولا وغادي نغطيوها بداك كيما سميتو غادي نغطيوها وغادي نديروها في الثلاجه. غنديروها في الثلاجه البنات حتى توجد معانا حتى تبرد تشد في راسها. انا قلت لكم غنديرها ساعه قبل، غنديرها في ساعه في الكونجيلاتور باش تشد مزيان. سواء عندكم الوقت سواء ما عندكمش الوقت، انا نصيحه مني ديروها اول ساعه ديروها في الكونجيلاتور، من بعد تخرجيها وتخليها في الثلاجه الوقت اللي بغيتي 4 ساعات 6 ساعات اللي عندك تاع الوقت. قد ما بقات في الثلاجه قد ما كتشد في راسها وكتجي تاني كتلاقى ديك اللوغو ديال الكريمه مع القهوه كتجي المذاق يا سلام. مي حتى تقدري ديريها انايا بما انني كنت درتها يعني غير ما جايين لا ضيافه عندي لا شي حاجه ما عنديش زعما كاينه شي وقفه عليها، درتها في ساعه في الكونجيلاتور وبقات في الثلاجه قولي تقريبا شي 4 سوايع حتى ل5 سوايع هي في الثلاجه حتى العشيه تعشينا ودرناها غير ديسير مورا العشاء. صافي كما قلت لكم بعد ما خرجتها من الثلاجه غادي نزينها تزيين كيبقى البنات كل وحده والذوق ديالها اللي بغات.
كاينه تقدري ديريها غير هذاك بهذاك الكاكاو مزيان كتعمريها به من الفوق، وتزيني كيبقى كما قلت لكم على كل واحد كيف ما بغى. انا اختاريت قلت ان يعني بما ان عندي الوقت وقلت غادي نزوقها بهذه الطريقه، نلعبوا شويه كما نقولوا. الا ما كانش الوقت تقدري ديري غير عادي كان كيما التيراميسو المعروف عادي، هداك الكاكاو مزيان كتغطيها به مزيان من الفوق، هداك الكاكاو المر. صافي البنات، وغادي ندوز بعد ما قادي هادوك الشريطات ديالنا، غادي ندوز نبدا نكب هداك الكاكاو ديالنا مزيان، غادي نغطيها به البنات كيما غادي تشوفوا معايا. البنات جا المذاق ما نعاودش ليكم، جا المذاق غزال وما خداتش من عندي كاع بزاف تاع الوقت يعني، وتقدر تصبر معاكم في الثلاجه ما كتخسرش دغيا، واخا البيض ما طايبش ما كتخسرش دغيا، تقدري تخليها في الثلاجه حتى 3 ايام 4 ايام وتاكلي منها، كيبقى المذاق غزال بحال يلاه طيبتيها، بحال يلاه عفوا بحال يلاه وجدتيها هي ما كطيبش. صافي البنات، وزوقت على هذا الشكل بعد ما حيدت هذوك الشريطات اللي درنا. صافي كتجي على هذا المنظر غزال، تقدري تحطيها بحال ما هكا، ولا تقدري تقطعيها وتحطيها لضيوفك، كل واحد تحط ليه المورسو ديالو قدامه اللي بغا. صافي قطعت على هذا الشكل هذا البنات، كتجات غزاله ما نعاودش لكم كما قلت لكم، ونعاود نقول لكم نتمنى يا ربي تجربوها وتجاوبوني يعني في لي كومونتير، وقولوا لي واش عجباتكم ولا ما عجباتكمش بلوغو تاع البيض. وفريمون البنات هاد الطريقه راها ايطاليه يعني، ما نقص ما زدت عليكم. آه المذاق جا روعه البنات. صافي البنات، انا بعد ما قطعت المورص الاول شفتيه وجبتها، انا قلت اجي نحط لهم قطعها ونوريهم كيف جات شاده في راسها وشبعانه كريمه البنات، كتجي يا سلام يا سلام. ماشي كنشكر عليكم حيت انا صايبتها، نو كنتمنى تجربوها وتذوقوها وتجاوبوني كما قلت لكم البنات. صافي كيكون هذا هو الفيديو تاع اليوم البنات، نتمنى يعجبكم، ونتمنى الفيديو تاع اليوم يكون يعني نال الاستحسان ديالكم، ونكون شويه غيرت لكم من فيديوهات اخرى. كما قلت لكم البنات، ما تنساونيش بالبارطاج تاع الفيديو، ما تنساونيش بالاشتراك، وكنتمنى اللي شاف الفيديو جديد يتابونا ويدخل عندي مرحبا بي والف مرحبا بي، ودفعوا القدام قناتي للقدام. علاش لا ما تمشيش تزيد حتى هي تعرف وتشهر اكثر بفضلكم يعني، فضلا وليس امرا البنات. ونقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي عليكم.